هو ليه في ناس بتبقى محبوبة على السوشيال ميديا وناس تانية لا؟ طب وايه التصرفات اللي ممكن تخليك شخص غير محبوب على السوشيال ميديا من غير ما بتحس؟ طب ما تيجي نغير صيغة السؤال، وايه اللي بيخلي الناس تحبك او تكرهك الحقيقة؟ بالظبط كده، الاتنين زي بعض. لازم تعرف ان في حاجة اسمها اخلاق واتيكيت السوشيال ميديا، وده ما بيختلفش كتير عنه في الحقيقة، بس ساعات الناس بتنسى ده على السوشيال ميديا. ده اللي بيخلي منصات التواصل الاجتماعي شيء سيء لتصرفات كتير عشوائية، او مكان آمن لتصرفات راقية ومحترمة. يعني مش كل حاجة هتكتبها لازم تروح في الاتجاه اللي دماغك بتقولك عليه، في حاجات ممكن تجرح الناس او ممكن تكون محط سخرية بعد كده. يعني لما تنزل صورة او تعليق فكر لو ده هيسبب مشكلة او اذى نفسي لحد تاني. احترامك لخصوصية الناس ده مش شيء اختياري، مش كل حاجة لازم تبقى على العام. في ناس مش بتحب تشارك تفاصيل حياتها، فخلي بالك لو انت بتنشر صور او معلومات عن حد تاني لازم تستأذنه الاول. نشر الاخبار كمان ده موضوع حساس، وخصوصا لما تبقى منقولة يعني متشيرة. ناس كتير بتحب تشير اخبار من غير ما تتأكد من صحتها، ده مش بس بيخدع الناس، ده كمان بيخلي حسابك يبقى مش موثوق فيه. فدايما اتأكد من صحة المعلومات قبل ما تنشرها، لو مش متأكد بلاش تشير. وما تنساش ان السوشيال ميديا اصلا مش مواقع اخبارية.